السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ رمضان كريم وكل سنة وانتم طيبين، ويا رب تكونوا جميعا بخير. حضراتكم انا النهاردة برد على فيديو لاخونا نصر جاكسون. نصر جاكسون في فيديو سابق له طلع علينا بعدة خرافات من العيار الثقيل. أول خرافة قال فيها إن أمريكا عايزة الناس كلها تسافر لها. حضراتكم ده غلط، مفيش أي بلد في العالم عايزة الناس كلها تسافر لها، مفيش. البلاد كلها عشان حضراتكم تبقوا فاهمين بيتنافسوا على نوعين من المهاجرين بصورة رئيسية، وهم اللي هم الشغيلة أو العمالة المهرة، أصحاب الخبرات والمهارات، وكذلك فئة رجال الأعمال المهرة والأغنياء، لأن هم دول طبعا اللي هيعملوا بيزنس ويفتحوا شركات تشغل ناس، وبكده بينعشوا الاقتصاد. فما فيش بلد في العالم يا اخوانا عايزة الناس كلها تسافر لها. لو أمريكا فعلا عايزة الناس كلها تسافر لها، حضراتكم اوزن قبل ما تشيل. يعني ايه اللي خلى ترامب مع كلامه اللي هو كان عدائي جدا للمهاجرين غير القانونيين اللي هيخشوا البلد بصورة غير قانونية، اللي خلاه نجح في الانتخابات رغم هذا الخطاب العدائي اللي حتى يعني خلى الناس كلها ما تتصورش ان هو هينجح. ازاي ده هينجح في بلد زي امريكا؟ الناس كلها قالت ده مستحيل، لكن نجح. ليه؟ لانه تبنى سياسة معادية للهجرة غير القانونية، وتبنى برضو كلام عدائي في برنامجه الانتخابي ضد الهجرة اللي هي بلا قيود وبلا حدود. هو كلامه عن ان احنا نحمي البلد من الهجرة غير القانونية، وكلامه عن ان احنا نوضع قيود على الهجرة عشان مش اي حد يهاجر، هو ده اللي خلاه يا اخوانا فاز في الانتخابات وله ناس موالين له وبقوة. ده ليه؟ لان امريكا ببساطة مش عايزة الناس كلها تسافر لها، فالكلام ده غلط. بعد كده قال لنا خرافة تانية من العيار الثقيل، ألا وهي إن أقل حاجة هتعملها في أمريكا هي $750 في الأسبوع، وهذه خرافة. لأن حضراتكم $750 في الأسبوع يخشوا جيبك، ده معناه إن أنت مرتبك قبل الضرائب والخصومات يزيد عن $1000 في الأسبوع. لو حسبتوها هتلاقوها يعني واحد بيعمل $56,000 السنة. حضرتك لو بتعمل $56,000 السنة، ده معناه إن أنت تعد من أعلى 25% من الناس في أمريكا من حيث الدخل. معايا حضراتكم؟ مش أقل حاجة، أقل حاجة في أمريكا هي $7.25 الساعة، ده أقل حاجة. بعد الضرائب والخصومات يصفصفوا على أقل من $6 الساعة. خلينا نقول 6 يا سيدي، يعني اضرب لو انت هتشتغل دوام كامل 40 ساعة في الاسبوع. في ناس ما بتشتغلش 40 ساعة في الاسبوع، في ناس بتشتغل اقل من 40 ساعة في الاسبوع، بس خلينا نقول ان انت هتشتغل دوام كامل 40 ساعة في الاسبوع، 8 ساعات في اليوم، 5 ايام في الاسبوع، 40 ساعة في الاسبوع. يعني اضرب ال40 في 6، بتتكلم عن كام؟ $240 الأسبوع، مش $750 الأسبوع زي ما نصر جاكسون قال. طبعا المدن الكبيرة بيكون أقل حاجة فيها فعلا $15 الساعة. طبعا $15 الساعة بعد الضرائب والخصومات بتتكلم عن حوالي $10-11 الأسبوع، آسف $10-11 الساعة بعد الضرائب والخصومات. يعني بتتكلم عن لو انت بتشتغل دوام كامل في مدينة، والمدن طبعا فاحشة الغلاء بتبقى، فانت بتتكلم عن $440 الاسبوع اقل حاجة. انا مش عارف جاب منين ان اقل حاجة هتعملها في امريكا $750
الأسبوع. الكلام ده كذب، الكلام ده غير صحيح. حضراتكم اللي عايز اقوله ان عشان بس اديكم فكرة سريعة كده على الماشي، انت لو بتعمل 250 ألف دولار السنة او اكتر، فانت في الحالة دي تعد من اغنى 1% او اعلاهم دخلا يعني. لو انت 140 الف دولار السنة، يعني بعد الضرائب والخصومات يصفصفوا لهم على 70 في السنة، 70 الف في السنة، يعني انت من اغنى 5%. لو انت بتعمل 100 الف دولار السنة بيخش جيبك منهم حوالي 55 ألف، 57 ألف في السنة، تبقى أنت من أغنى 10% من حيث الدخل. لو أنت بتعمل 65 ألف دولار السنة إلى أقل من 100 ألف، يبقى 65 ألف دولار السنة أو أكتر، يعني ما بيصفصفوا لهم على حاجة و40 ألف، يعني أنت من أعلى أو أغنى 20% من حيث الدخل. لو أنت بتعمل 45 ألف دولار السنة او اكتر، يعني بيصفصفوا لهم على حوالي حاجة و30 الف السنة، يبقى انت من اغنى 30%. لو انت بتعمل 35 الف دولار السنة في امريكا او اكتر، يعني بيصفصفوا لهم على حاجة و20 الف دولار السنة، يعني انت من اغنى 40%. لو انت بتعمل 25 ألف دولار السنة فأكثر، يبقى أنت من أغنى 50%. لو أنت بتعمل 20 ألف في السنة أو أكتر، يبقى أنت يعني بيصفصفوا لهم على أقل من كده طبعا، يعني أنت من أغنى 60%. لو أنت بتعمل 10,000 دولار السنة، يعني بيصفصفوا لهم بعد الضرائب والخصومات على أقل من كده، يبقى أنت من أغنى 70%. لو أنت بتعمل 5,000 دولار السنة أو أكتر، يعني أنت من أغنى 80%. لو أنت ما بتعمل أقل من 5,000 دولار السنة، يبقى أنت طبعا يقول لك من أعلى 90%. طب يا أخوانا، من صفر لخمس، لا من صفر طبعا أنت بتتكلم إيه، من صفر وأنت طالع ده 100%، بس أقل من 5,000 دولار، يعني أنت بتتكلم بقى إيه عن حاجة و90%. طيب حضراتكم إذن اللي يقول لك 750 دولار الساعة بيخشوا جيبه في الأسبوع، ده من أغنى حاجة أنت بتتكلم عن حاجة، آسف من أغنى حاجة و20%، 25%، مش أقل حاجة هتعملها في أمريكا 750 دولار. كمان بيقول اللي يعني صدرت منه وقاحة إنه يقول لك اللي يقول لك أمريكا وحشة قول له ارجع مصر واديني مكانك. دي وقاحة، الكلام ما ينفعش يبقى بالاسلوب ده، لان اساسا شوفوا يا اخوانا، انا طبعا مش هتكلم عن، يعني انا مش هتكلم عن واحد زي مولود في امريكا، خلينا نتكلم عن واحد مهاجر. لو واحد مهاجر عيب برضو انك تقول له ارجع بلدك اللي انت هاجرت منها، لان اساسا مش معنى ان امريكا بالنسبة لكثيرين في مصر والوطن العربي احسن، ده مش معناها انها بلد خالية من المساوئ والعيوب. فما تجيش انت تصادر آراء وفكر الناس بفكرك الدكتاتوري وبهذه الثقافة يا اخوانا، اسمها ثقافة العبيد. ثقافة العبيد ان انت لما تكون في بلد مهاجر لها، انت كمواطن امريكي من حقك انك تقول عيوب البلد عادي ومساوئها عادي، او حتى في اي بلد في العالم. مش مفروض تبقى مشكلة انك انت تقول عيوب بلد انت عايش فيها، طالما انك ما بتكذبش، عادي يا اخوانا. لكن ثقافة العبيد بقى يقول لك انت مش من حقك تنتقد البلد اللي انت عايش فيها او البلد اللي انت مهاجر لها، انت اللقمة اللي تترمي لك توطي عليها وتاخدها وتخرس، وكمان تمجد سيادك. ماشي، دي يا اخوانا ثقافة عبيد، لازم تغيروا هذا الناس اللي بتتبنى هذا الفكر، يعني انصحهم يغيروا هذا الفكر لانه فكر خاطئ ولا يصح. مش معنى انها بلد احسن من بلدك اللي انت هجرت منها
إنها هي بلد خالية من المساوئ، إنها بلد جنة، إلى آخر هذا الكلام. أرجو إن الرسالة تكون وصلت، وأشكركم على المشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.